مؤامرة بريطانيا على الجنيه المصري وانخفاض قيمته. تعتبر العملة الوطنية المحلية هي ما يماثل المخزون الذهبي الاحتياطي في البنك المركزي، وكلما زاد الاحتياطي الذهبي زادت النقود وقيمتها، وكلما زادت موارد الدولة الطبيعية زادت قوة العملة الوطنية، وكلما زاد الطلب على العملة وزاد قبول العملة دوليا زادت قوة العملة. وهنا نجد أن هناك معادلة اقتصادية غير محققة وأثرت على العملة الوطنية وانخفضت قيمتها. مراحل وخطوات وقرارات عالمية إنجليزية أثرت على قيمة الجنيه المصري، وقد اختلفت قيمة العملة وقدرتها الشرائية، فكان الجنيه المصري له قدرة شرائية تماثل جنيه ذهب، وهذا حدث بعد قرارات إنجلترا إلغاء نظام المعدنين الذهب والفضة وتحويله إلى نظام القرش، ثم إلى نظام الجنيه وفقد قيمة القرش أمام الجنيه، وألغت بريطانيا نظام الفضة واعتمدت الذهب فقط، وتم الاستحواذ على الذهب وأصبحت بورصة لندن هي المعيار للذهب والمستحوذ على قيمة الذهب. تم ربط الذهب بالجنيه الاسترليني وتسعير الذهب عالميا بواسطة يهود بريطانيا، وربط الاسترليني بالذهب. القرش ليصل قيمته 1/100 من الجنيه بعد تقييم بريطانيا. تقييم الجنيه بمعايير الذهب المتعارف عليها ليساوي 7.5 جرام ذهب بواسطة بريطانيا. تثبيت سعر الصرف مع العملات الأجنبية الهامة مثل الاسترليني، وذلك بقوة القانون ليعطيه قبولا في المعاملات مع الدول. ثم ربط الجنيه المصري بالجنيه الاسترليني عند قيمة تساوي 1 عام 1914، وربط الجنيه بالدولار عند مستوى 2.3 دولار عام 1962، وزاد بعد 1973 وأصبح 2.5 دولار، ثم هبوط الجنيه أمام الدولار ليساوي 1.5 دولار بقرار بريطاني شيطاني، ثم اتفاقية البترو دولار وربط البترول بالدولار والمنتجات البترولية، وأصبح البترول غطاء نقدي للدولار وارتفع الدولار، ثم تحديد سعر الصرف بقوة القانون للعملات الأجنبية المقبولة عالميا في التجارة والمعاملات وقانون العملات من بريطانيا، ثم مرحلة التعويم الجزئي عام 1989 وأصبح الدولار يساوي 3.3 جنيه وتعويم كامل عام 2003. وقد نجد حلول اقتصادية مهمة، وهي الرجوع إلى نظام قاعدة الذهب في تقييم الجنيه المصري، زيادة الاحتياط الذهبي غطاء ذهبي جديد، زيادة الأصول الثابتة والموجودات العينية والموارد الطبيعية والخدمات، وتقييم ضمانات مقبولة وعمل تقييم جديد بعد الاحتياط الجديد، اعتماد الجنيه عالميا للتداول مثل الدولار واليورو، زيادة الاحتياطي الأجنبي عند معدل المنصرف، وسلة عملات جديدة تشمل كل دول العالم أمام الدولار، وأخيرا النظام المالي العالمي الجديد.